اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. ايه ده يا جماعه؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ الحقوني يا بنات، الحقوني. هو ده اللي هيضيع البرد معايا. مفيش حاجه هتضيع البرد غير كده. اخواتي، انا لا بتاعت فسيخ ولا بتاعت رنجه. كل الحكايه اني عندي دور برد هيموتني، ومفيش اي علاج ولا اي حاجه نافعه معايا. لقيت اميره الفسيخ عامله عروض جبار، بتبيع الفسيخه الواحده ب5 جنيه والرنجه ب5 جنيه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. قلت بس ما بدهاش بقى، اطلب اوردر بقى ونضيع البرد اللي عندنا ده ونروق بقى على حالنا. هو ده بقى علاج البرد وعلاج الحزن وعلاج الاكتئاب. لكن يلا بقى نحمر بطاطس ونشوي رنجه وندبها بقى صح، خلي البرد يطلع من جسمنا. اهو الفسيخ ده بقى اللي بينزل في قلبك كده. بصوا الزبده، بصوا كده الملبن. والله العظيم انا ما شفت فسيخ بالحلاوه وبالطراوه وبالجمال ده. الفسيخ ده يا بنات مش زي اي فسيخ انا اكلته قبل كده، تحسوه ابن ناس كده في نفسه، فسيخ معمول بحب فعلا، حاجه كده اللهم بارك. عايزه اقول لكم بقى ان انا لو كان قدامي فرنه عيش تاني كنت كلت اكتر من كده. احنا خلصنا الاكل ده كله انا والولاد وجوزي، بسم الله ما شاء الله، يعني الله يسامحك يا ياسمين. وتعالوا بقى نشوف الاوردر اللي طلبناه من اميره الفسيخ ياسمينه للاسماك السمينه. ايه الجمال ده والحلويات دي؟ لا تعالوا نفتح بقى. اوعى وشك. بصوا الفسيخ، بصوا الفسيخ شكله عامل ازاي يا جماعه. دي رنجه مخليه، بصوا شكلها حلو ازاي وعامله شغل وحركات. وده بقى ايه مش عارفه، هندوق دلوقتي وهنشوف. ده فسيخ مخلي. تعالوا بقى نفتح بقى كده ونشوف. وطبعا انا مكلمه الفرن بقى يعمل لي ايه، يعمل لي قفص عيش بلدي. ما انا لازم اضيع البرد اللي عندي ده يا جماعه. ونقول بسم الله ونفتح. دي شكلها كده ده فسيخ سبريد او رنجه سبريد. بصوا التزيين، بصوا الحركات يا جماعه. لسه هنقول طعم بقى، هنشوف الطعم. وادي الرنجه المخليه وبالحركات المية مية. اوبا بقى. وادي الفسيخ السليم. ده مش فسيخ، ده حيتان. بصوا حجم السمكه هنشوفها دلوقتي مع بعض. اما ده بقى السردين البلدي. شكله حلو قوي يا جماعه والله بجد. يعني بصوا زي بصراحه يعني شكله زي اللي انا بعمله في البيت، بس طبعا هدوق طعمه وهقول لكم. الله 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 على ريحته. بصوا شكله. ودي بقى سلطه الرنجه. سلطه الرنجه شكلها حكايه. الله. ولا ريحتها بقى يا جماعه، ريحتها فظيعه والله. ولا الفسيخ المخلي بقى السبايسي. بصوا شكله عامل ازاي يا جماعه. وهو ينفع الاكله دي من غير البصل الاخضر. الرنجه عامله ازاي. بصوا الرنجه دهب مش رنجه. ايوه دي سبايك دهب مش رنجه. الرنجه دي انتاج اليوم بيومه. ياسمين بتروح تستلم كل يوم، اليوم بيومه كده انتاج اليوم. عايزه اقول لكم بقى ان الفص بتاع اللحم اللي فيها كده عباره عن زبده، ملح مظبوط، طعمها حلو قوي 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 يا بنات بجد. اما بقى الفسيخ طبعا هو بيتكلم عن نفسه. بصوا يعني زبده سمنه بلدي كده. انتوا عارفين ليه انا بقول على السمكه او الفسيخه دي بنت ناس؟ لانها بصوا تحسوا ان هي نظيفه من جوه، يعني حاجه كده بسم الله ما شاء الله. مش عارفه بتشرب ميه معدنيه دي ولا ايه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه زي الفل. عايزه اقول لكم بقى ان الست دي بتروح مخصوص كفر الشيخ علشان تجيب السمك البوري طازه من هناك وحاجه بلدي. انا عايزاكم بقى تشجعوا اميره الفسيخ ياسمين. حد مكافح جدا جدا، حد بيشتغل بما يرضي الله، بيشتغل بحب الحاجة. بسم الله ما شاء الله على مسؤوليتي. اي حد هيجيب منها اي حاجة وهيطلع فيها حاجة هدفع لك انا حق الحاجة اللي انت جايبها. عندها فسيخ سليم، فسيخ مخلي، فسيخ سبايسي، عندها فسيخ سبريد،
نفس الحكاية الرنجة، عندها رنجة سليمة كده زي ما انتوا شايفين انتاج اليوم، عندها رنجة مخلية، عندها سلطة رنجة، رنجة سبريد، عندها ايه تاني، عندها بطارخ وام الخلول، كل حاجة مملحة هتلاقوها عندها. والسردين عندها حكاية. يلا حبايب قلبي، لو حابين بقى تطلبوا اكله فسيخ ورنجه زي اللي قدامكم دي، اطلبوها من اميره الفسيخ ياسمينه للاسماك السمينه، وعلى مسؤوليتي، لان اللي هي بتعمله ده مش هتلاقوه في اي حته. ده هي عملت كمان عرض لكل متابعيني، اي حد هياخد كيلو رنجه عليه رنجايه هديه ب5 جنيه. ايوه الرنجايه دي الزياده دي هتخليها لك، هتحسبها لك ب5 جنيه. 5 جنيه يعني لو اشتريتي 2 كيلو هتشتري عليهم رنجايتين ب10 جنيه، ولو انت هتشتري كيلو فسيخ عليه فسيخه هديه ب5 جنيه. بصراحه بقى الاكله دي هي بقى اللي بتوديكي في حته تانيه خالص، يعني وداعا للاكتئاب، وداعا للحزن، وداعا للزعل، وداعا لاي طاقه سلبيه عندك، وداعا للبرد. يلا بقى اطلبي اوردر الفسيخ وانت مغمضه عينيكي. هسيب لكم رابط الصفحه بتاعتها وارقام تليفوناتها للي عايز او حابب يطلب. ويلا بقى، مفيش يوم جمعه ولا مناسبه بتحلى من غير اكله الفسيخ والرنجه اللي زي دي. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد.